بصراحة الموضوع محرج شوية. طالما محرج ظروف الباب في وشه. محرج ازاي يا استاذ عماد؟ طبعا انت عرفتي موضوع النيزك وال29 يوم والحوار ده. سمعت بس يعني مش مهتمه قوي الحقيقه. ده انت فشرة بس انا مش فاهمه ايه المحرج في موضوع النيزك يا استاذ عماد. الاستاذ رامي جارنا في الدور الثاني. فعلا رامي؟ اهلا وسهلا يعني. مدام رشا مراته حامل في الشهر السابع. والله رشا حامل؟ لا الف الف مبروك. مبروك على ايه؟ كده مش هتلحق تخلف. صحيح، ده كده مش هتلحق تخلف. ما هو ده اللي موترني، انا متوتر جدا، متوتر قوي يا استاذه نيلي. طب وانت مالك انت جاي توتر عليكي ليه؟ اقفلي الباب. ما يتوتر براحته. يا فندم انا سامعك على فكره. قصدي يعني ليك حق طبعا تتوتر. وانا شايف ان مدام رشا لو عرفت اي حاجه بخصوص موضوع النيزك هيأثر على حالتها النفسيه حبتين. طبعا دي مصيبه لو عرفت. ما هو عشان كده انا متوتر جدا. على فكره انا اللي توترت خلاص. فانا بقى قررت اني الف على السكان واكد عليهم محدش يجيب لها سيره. ايه رايك في الفكره دي؟ لا فكره هايله. ويا ريت يا انسه نيلي لو قابلت رشا يعني بالصدفه ما تتكلميش خالص في الموضوع ده واعملي نفسك من بنها. تمام؟ اعتبرني من بنها من دلوقتي يا استاذ رامي. انا متشكر قوي، متشكر جدا، انا متشكر قوي. بعد اذنكم. بقول لك ايه يا انسه نيلي؟ في حاجه تانية؟ الاستاذ كرم. ماله استاذ كرم؟ بس الفاس وقعت في الراس وفعلا الغازيه لازم تنزل. الاستاذ كرم اللي في الدور الثاني. ما خدش بالي. كومبارس من غير اجر. الاستاذ كرم العريس. ايوه ماله بقى الاستاذ كرم؟ خبطنا عليه وما بيردش. تلاقيه خرج مع عروسته. خرج فين؟ ده عربيته راكنه قدام العماره. يمكن قاعد مع مراته. على رايك عريس جديد بقى. هو النبر ده اللي هد العماره. طب يا ريت بقى لو لمحتي